بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة بإذن الله. النهاردة إن شاء الله بناء على طلب أخت معانا في القناة هنشتغل مع بعض المفرش الكروشيه البيضاوي الجميل ده. المفرش سهل جدا وبسيط في شغله وخطواته سهلة جدا. انت ممكن تشتغلي المفرش كمفرش وممكن كمان تشتغليه كسجادة للأرضية وتقدري تكبريه لأي مقاس انت عايزاه، وانا موضحه لك ده في الفيديو ان شاء الله ازاي تكبريه سواء في الطول او في العرض. اما عن تفاصيل المفرش وانواع الخيوط اللي ممكن تشتغلي بيها المفرش فهتلاقيني كاتباها لك في صندوق الوصف وكمان في تعليق مثبت. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وكمان تكتبي لي تعليق برأيك في الشرح. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 55 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 هتكمليهم لحد ما يبقى عندك 55 سلسلة. أنا كده كملتهم 55 سلسلة. لو انت عايزة تطولي في المفرش فبتزودي بال16 سلسلة. كل ما بتزودي 16 سلسلة بتزيد معاكي غرزة في السطر، وانا في اخر السطر ده هقولك ايه الغرزة اللي بتتكرر معاكي. تمام؟ احنا دلوقتي هنشتغل السطر ده وده سطر تأسيسي، يعني مش بيتحسب معانا سطر، ده كده سطر التأسيسي للغرزة. هتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 وعلى سابع سلسلة بتشتغلي عمود. يبقى احنا سيبنا 6 سلاسل وعلى السابعة اشتغلنا عمود. ودلوقتي هنكملهم لحد ما يبقى عندنا 11 عمود. بنشتغل على كل سلسلة عمود. كده أول عمود. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى احنا كده سيبنا 6 سلاسل وابتداء من السبعة اشتغلنا 11 عمود. اشتغلنا عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هتشتغلي بعد كده سلسلتين. تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي سلسلة 2 وجوه التالتة بتشتغلي عمود. سلسلتين وبتسيبي سلسلة 2 وجوه التالتة بتبدأي تشتغلي أول عمود من 11 عمود. هنشتغل كده 11 عمود. كده عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كده اشتغلنا 11 عمود. بعد ال11 عمود بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي تحت سلسلتين وجوه التالتة بتشتغلي عمود وسلسلتين وبتكرر. احنا الغرزة اللي بتتكرر معانا ان احنا بيبقى عندنا 11 عمود. على كل سلسلة اشتغلتي عمود وبعد كده سلسلتين وسبتي سلسلتين وعلى التالتة عمود وبعد كده سلسلتين وعلى التالتة هتبتدي تكرر. يبقى احنا كده عندنا 11 عمود وسبنا سلسلتين، فكده بقى عندنا 13 سلسلة. وعندنا كده العمود دي ال 14 والسلسلتين اللي سبناهم هم دول ال 16 سلسلة اللي ما بتزوديهم بيزيد معاكي عدد الغرز غرزة. احنا كده هنشتغل بعد كده هنسيب سلسلتين وجوه التالتة هنبدأ نشتغل ال 11 عمود. فانت هتكمليهم 11 عمود ونرجع. احنا كده اشتغلنا 11 عمود وده كده اخر السطر عندنا. يعني بداية السطر كان عندنا سيبنا 6 سلاسل وجوه السبعة اشتغلنا 11 عمود واخر السطر عندنا ال11 عمود. وهيبقى فاضل عندك 1 2 3 4 5 6 6 سلاسل. بتدخلي جوه اخر سلسلة اللي هي رقم 6 وبتقفلي بمنزلقة. واحنا كده ده كده الشكل هيبقى عندنا هو ده الشكل البيضاوي من الجنبين. سلاسل من هنا والسلاسل اللي من هنا
هي الشكل البيضاوي ما بينهم الغرزة. يبقى انت كده عرفتي ان انت لو مزودة في عدد السلاسل هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي لحد اخر السطر، وفي اخر السطر بيبقى عندك 11 عمود وبتقفلي على سادس سلسلة. زي ما قلتلك احنا السطر ده تأسيسي عندنا، يعني ما بيتحسبش معانا سطر. فدلوقتي هنشتغل السطر الاول، والسطر الاول هيبقى دوران، يعني هنشتغل على الجنب ده ونرجع نعيد نفس اللي اشتغلناه هو في الجنب التاني. فانت في اول حاجه بتدخلي كده تحت السلاسل وتشتغلي غرزه حشو، تقفلي كده على الاتنين مع بعض، ودي كده هنعتبرها سلسله. بعد كده بترتفعي سلسله، يبقى احنا كده دخلنا اشتغلنا غرزه حشو جوه السلاسل واشتغلنا سلسله. بعد كده بتشتغلي سلسله، ودي هتبقى فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. يبقى احنا كده اشتغلنا حشو سلسله، دي تعتبر عمود، والسلسله دي الفرق. هتشتغلي تاني عمود جوه السلاسل وسلسله، تالت عمود وسلسلة، رابع عمود وسلسلة، وزي ما انت شايفة احنا واخدين معانا الخيط تحت الشغل كده، خامس عمود وسلسلة، ونشتغل سادس عمود. فاحنا كده دخلنا جوه السلاسل، يعتبر اشتغلنا 6 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. ده كده أول عمود، 2 3 4 5 6. هتشتغلي سلسلتين، الخيط ده بقى بتقفليه وبتقصيه بعد ما بتقفليه. تمام. دلوقتي هنشتغل على السلاسل نفسها، هنشتغل 3 أعمدة على كل سلسلة عمود. فبتشتغلي كده عمود 2 3، يبقى هنا بداية السطر بعد السلاسل، بعد السلسلتين احنا كده اشتغلنا الجزء البيضاوي، بعد السلسلتين اشتغلنا 3 أعمدة على كل عمود. بتشتغلي سلسلتين، وهنا بتسيبي سلسلتين، 1 2، وجوه التالتة بتشتغلي عمود، سلسلتين، وبتسيبي سلسلتين اللي هما عليهم الأعمدة، 1 2، وهتلاقي عندك 3 أعمدة بتشتغلي على كل سلسلة اللي تحتها العمود عمود. كده عندنا عمود 2 3. فاحنا هنكملهم 11 عمود، يعني الغرزة هي اللي تحت، بس اختلف معانا الترتيب. بدل ما كان عندنا في أول السطر 11 عمود بقى عندنا 3 أعمدة بس. كده اشتغلنا 3 أعمدة من 11. جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين، كده بقوا 5 على عمود، على السلسلة اللي تحتها العمود بتشتغلي عمود، كده 6 عمودين جوه السلسلتين، فكده بقى عندنا 8 أعمدة. هنشتغل 3 أعمدة على كل سلسلة عمود، 9 كده 10 وكده 11. وهي دي برضه الغرزة اللي بتتكرر معاكي في السطر. لو انت مطولة عدد السلاسل، يعني مزودة في الطول، فهيبقى دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي، وفي الآخر هيبقى عندك 3 أعمدة. تمام. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، وبتسيبي عمود 2، وعلى التالت اللي هي السلسلة يعني بتشتغلي عمود، سلسلتين، تسيبي سلسلة 2، وبيبقى باقي عندك 3 أعمدة. هتشتغلي بقى بنفس الطريقة 11 عمود، 3 أعمدة على كل عمود عمود، وجوه السلسلتين عمودين، فكده بيبقوا 5، وعمود على عمود، فكده بقوا 6 عمودين جوه السلسلتين، و3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3. فكده بقى عندك 11 عمود. هي دي الغرزة هي اللي بتتكرر معاك. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، هتسيبي عمود، نقول عمود بقى لان هي السلسلة بين عمود، 1 2، وعلى التالت تشتغلي عمود وسلسلتين، وتسيبي سلسلتين، وبيبقى عندك باقي 3 اللي هم تحتهم ال3 أعمدة. هتشتغلي 3 أعمدة على كل سلسلة عمود، او على كل عمود عمود. فده كده شكل السطر عندك. هنلف بقى هنا مش زي السطر اللي تحت ده، كان سطر تأسيسي فكان سطر واحد، اما هنا الجزء اللي بنشتغله بيبقى دوران عشان يدينا الشكل البيضاوي. بعد ال3 أعمدة بيبقى عندك سلسلتين، تاخدي لفة على الإبرة وبتدخلي جوه السلاسل، تشتغلي 6 أعمدة ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. هتشتغلي كده عمود، سلسلة 2 وسلسلة، 3 وسلسلة، كده 4 سلسلة،
5 سلسلة 6. تمام، يبقى احنا كده عندنا بعد ال3 أعمدة سلسلتين، وبعد كده اشتغلنا الشكل البيضاوي وده اللي بيزيد معانا في عدد الغرز. تمام، عندنا 1 2 3 4 5 6، عندنا 6 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. احنا عندنا الجزء ده بيدينا كده شكل مستطيل، اما البيضاوي ده هو اللي بيزيد معانا في عدد الغرز، اما ده عدد الغرز ثابته بتتغير بس اماكن الغرز، لكن هي نفس العدد. اما هنا هو اللي بيتغير عدد الغرز عشان المفرش ما يتقوس معانا. بعد كده بتلفي بقى وبتشتغلي بتكملي السطر، فبتشتغلي سلسلتين، تاخدي بالك كده وما تنسيش السلسلتين، وبنبدأ نشتغل 3 أعمدة على كل عمود. هنا بقوا أعمدة ما بقوش سلاسل. تمام، هتشتغلي كده 3 أعمدة. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، وبنبدأ بقى نشتغل في الغرزة. فالغرزة بتبدأ بعد السلسلتين بتسيبي عمودين، وعلى العمود الثالث بتشتغلي عمود سلسلتين، تسيبي عمود 2، وعلى الثالث بيبقى باقي عندك 3 أعمدة، فبتشتغلي على كل عمود وبتكمليهم لحد ما يبقى عندك 11 عمود. ال11 عمود بيكملوا بان احنا بندخلوا جوه السلسلتين نشتغل عمودين، على عمود بنشتغل عمود، جوه السلسلتين عمودين، كده بقوا 8. بنشتغل 3 أعمدة على كل عمود. تمام، ده كده الشكل عندك، وزي ما انت شايفه العمود قدامه العمود اللي في السطر التاني بالظبط اهو. هتكرري الغرزه سلسلتين، بتسيبي عمودين، وعلى التالت بتشتغلي عمود، والعمود اهو قدامه العمود بالظبط، سلسلتين وبتسيبي عمودين، وبتشتغلي 11 عمود بنفس الطريقه وسلسلتين. يعني الجزء ده هيتكرر معاكي وهيجي اكمل معاكي. بعد ما كررتي وفي اخر السطر بقى عندك 3 أعمدة بعد السلسلتين، يعني احنا عندنا هنا بعد ال6 أعمدة اللي ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة عندنا سلسلتين 3 أعمدة، والغرزة بقى بتتكرر معانا، وهي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي لو انت مزودة في عدد السلاسل. تمام، وفي الاخر عندنا 3 أعمدة على كل عمود. اخر السطر بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي غرزة الحشو وبتدخلي على اول سلسلة، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلة، هتقفلي بمنزلقة. وده كده شكل السطر الاول. ده كده عندنا السطر الاول اشتغلناه في الدائرة دوران يعني. السطر التاني بدايته هترتفعي سلسلتين 2 ودول بنعتبرهم عمود، يبقى هنا ارتفاع السطر سلسلتين للعمود، هتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود. فاحنا كده اشتغلنا على اول عمود عمودين، بعد العمودين بتشتغلي سلسلتين 1 2، يعني زاد عندنا عمود عن السطر اللي تحت وكمان زاد سلسلة. على العمود اللي بعده بتشتغلي عمودين 1 2 وسلسلتين، بتسيبي السلسلة وعلى عمود بتشتغلي عمودين 1 2 سلسلتين، تسيبي السلسلة وعلى عمود بتشتغلي عمودين 1 2. تمام، يعني احنا هنا اختلف عندنا عند الزاوية، بعد ما كان عمود سلسلة بقى عندنا عمودين سلسلتين وبتشتغلي على العمود عمودين 1 2 سلسلتين، وعلى العمود اللي هو السادس اخر عمود في الزاوية بتشتغلي عمودين 1 2. فاحنا كده عندنا الزاوية اللي هي الشكل البيضاوي، دي الزاوية ودي اللي بيزيد معانا زي ما انت شايفة عدد الغرز فيها. بقى عندنا من العمودين سلسلتين 6 1 2 3 4 5 6، وعندنا من السلسلتين 5. هنلف الشغل وهنشتغل بقى على الشكل المستطيل ده. كده عندنا مستطيل عدد الغرز ثابت فيه زي ما قلتلك. هتشتغلي سلسلتين 1 2 وبنشتغل نفس السطر اللي تحت، هتشتغلي على اول 3 أعمدة على كل عمود 1 2 3 سلسلتين، وعلى العمود عمود سلسلتين، وبتشتغلي 11 عمود على كل عمود من 11 بتشتغلي عمود 1 2
هتكمليهم كده 11 عمود ونرجع نكمل. كده انا اشتغلت على ال11 عمود على كل عمود عمود، وهي دي الغرزة اللي تتكرر معانا زي السطر اللي تحت. هتشتغلي سلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود، سلسلتين يعدوا من فوق السلسلتين، وعلى ال11 عمود هتشتغلي وبتكرري نفس الجزء اللي تحت. يعني احنا هنيجي عند العمود التالت كده هتكوني اشتغلتي ال3 اعمدة. كده انا اشتغلت لحد ما اشتغلت على ال3 اعمدة اللي قبل الزاوية على كل عمود عمود. هنشتغل دلوقتي الزاوية، فبتشتغلي سلسلتين وعلى العمود بتشتغلي عمودين، يعني هي الزاوية اللي في الجنب الاول. سلسلتين على العمود بتشتغلي عمودين، فهيبقى عندك 6 من العمودين، ما بين كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين. كده دول تالت عمودين، سلسلتين، رابع عمودين، سلسلتين، خامس عمودين، سلسلتين، سادس عمودين. هي دي الزاوية معانا. تمام، عندنا فيها 6 من العمودين ما بين كل عمودين واللي بعدهم سلسلتين. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، واهم حاجة ما تنسيش السلسلتين دول. تمام، اللي من هنا واللي من هنا في الجنب ده وفي الجنب التاني. بعد كده بتشتغلي بنفس الطريقة اللي اشتغلتيها السطر اللي تحت، يعني لما تلاقي ال3 أعمدة هتشتغلي في الأول على كل عمود عمود. لقيتي سلسلتين عمود سلسلتين، فبتشتغلي سلسلتين، وعلى العمود بتشتغلي عمود وسلسلتين. لقيتي 11 عمود، بتشتغلي على كل عمود منهم عمود، فبيبقى عندك 11 عمود. تمام، يبقى الجزء ده هو اللي اشتغلناه في الجنب الاول. فهتشتغلي كده ال11 عمود سلسلتين عمود سلسلتين، 11 عمود سلسلتين عمود سلسلتين، وفي الاخر بيبقى عندك 3 اعمدة وبعدهم سلسلتين. لو انت بقى مزودة في عدد الغرز فهيبقى عندك عدد الغرز اكتر من اللي انا شغاله. تمام، هتشتغلي كده لحد العمود التالت. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي ال3 اعمدة لكل عمود عمود، بتشتغلي سلسلتين وبنقفل بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. احنا بنرتفع للعمود سلسلتين 2 بس، عكس ما دايما بنرتفع 3. تمام، يبقى ده كده السطر التاني في الغرزة. السطر التالت بدايته بترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود، واحنا هنا بنزود كل سطر بنزود عمود عن العمود اللي في السطر اللي تحت. يعني احنا كان عندنا 1، السطر اللي بعده 2، السطر ده هيبقى عندنا 3 أعمدة، والعمود بنزوده على تاني عمود، فبنشتغل عليه عمودين. لكن السلسلتين ثابتين معانا، فهيبقى عندنا 3 أعمدة سلسلتين، بنشتغل على أول عمود عمود وعلى التاني عمودين، يبقى بنزود على تاني عمود سلسلتين، وبنشتغل 3 أعمدة، عمود على الأول وعمودين على التاني. تاخدي بالك كده عشان أنا لما هقولك تكرري الغرزة هيبقى في كل سطر بتزودي عمود. تمام، تزودي عمود على يعني احنا هنا عندنا 6 من العمود، بيزيد معاكي 6 من الأعمدة في الجزء ده. هتشتغلي عمودين على تاني عمود، سلسلتين، وتشتغلي على أول عمود عمود وعلى التاني عمودين، سلسلتين، على العمود الأول بتشتغلي عمود وعلى التاني عمودين. تمام، فاحنا كده في الجزء ده بقى عندنا 6 من ال3 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، وعندنا 5 من السلسلتين، 1 2 3 4 5. زي ما انت شايفة احنا عندنا الزاوية هي اللي فيها عدد الأعمدة بيزيد عشان ما يتقوس مننا، اما الجزء ده ثابت معانا عدد الغرز. هو اللي بيختلف معاكي ان احنا عندنا دلوقتي السطرين ابتديناهم بان عندنا 3 أعمدة في اول السطر، 1 2، دول كده السطرين عندنا فيهم في الاول بعد الزاوية 3 أعمدة، وبرضو قبل الزاوية في الناحية التانية 3 أعمدة. اما السطرين اللي بعدهم بيبقوا بادئين بال11 عمود زي ما كنا بادئين في السطر التأسيسي كده. تمام، يعني هم زي 4 سطور اللي بيتكرروا معاكي.
سطرين بدايتهم بيبقى بعد السلسلتين 3 أعمدة، تمام، وبتمشي بقى معاكي الغرزة هي وسطرين بتبقى بدايتهم ال11 عمود بعد السلسلتين، وبرضه بتمشي معاكي الغرزة هي. فاحنا هنا هنشتغل في الأول 11 عمود، فهتشتغلي كده على كل عمود من ال3 عمود جوه السلسلتين عمودين، كده بقى 5 على العمود عمود، 6 عمودين جوه السلسلتين، فكده بقوا 8. وبعد كده بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، فبيكملوا ال11. يبقى احنا كده بدأنا السطر بعد الزاوية بعد السلسلتين بقى عندنا 11 عمود. هتشتغلي سلسلتين، هتسيبي عمودين، وعلى التالت بتشتغلي عمود. وزي ما انت شايفة لما بنشتغل العمود بيبقى قصاد العمود اللي تحته بسطرين. سلسلتين، تسيبي عمودين، وتبدأي تشتغلي في ال11 عمود، يعني دي كده الغرزة اللي بتتكرر معاكي. فبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، عمودين جوه السلسلتين، عمود على العمود اللي لوحده، عمودين جوه السلسلتين، وبعد كده بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. احنا عندنا الجنب ده بيتكرر معاكي هو في الجنب التاني بعد الزاوية التانية. هتشتغلي سلسلتين، تسيبي عمودين وتشتغلي عمود، سلسلتين، تسيبي عمودين، وتبدأي تشتغلي 11 عمود. أول 3 أعمدة منهم بيبقى على آخر 3 أعمدة من ال11 اللي تحت. ده كده أول سطر بدلنا فيه الغرزة، تمام. طبعا انتي لو مزودة في عدد الغرز بيبقى أكتر. هتشتغلي سلسلتين، لا هنا هنكملهم ال11 عمود كده، 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى احنا عندنا هنا من بعد الزاوية بعد السلسلتين في 11 عمود، وهنا قبل السلسلتين اللي قبل الزاوية التانية في 11 عمود برضه. تاخدي بالك كده ان احنا كده اشتغلنا 3 سطور من بعد السطر التأسيسي. هتشتغلي سلسلتين، وهنا برضه هنشتغل بنفس الطريقة. هتشتغلي على اول عمود من العمودين عمود، اما على التاني بتزوديه وبتشتغلي عمودين. وهي دي الطريقة اللي هتمشي معاكي في السطور اللي جاي، ان احنا بنزود على اخر عمود اللي هو قبل السلسلتين بنشتغل عليه عمودين. كل ما بيزيد معاكي عدد الاعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود، وبتزودي على اخر عمود اللي بيبقى قبل السلسلتين، عشان لما هسيبك تكرري. كده اشتغلنا 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة. العمود الأول بيبقى عليه عمود، أما الزيادة بتبقى على العمود التاني، ومن بعد كده بتبقى على العمود الأخير اللي هو بيبقى قبل السلسلتين، لأن عدد الأعمدة هيزيد معانا في الزاوية. بتشتغلي سلسلتين، وتشتغلي على العمودين، على أول عمود عمود، وعلى التاني عمودين، سلسلتين، وبتشتغلي على آخر عمودين 3 أعمدة بنفس الطريقة، تمام. ده كده بيبقى شكل الزاوية عندك. من بعد الزاوية بتشتغلي السلسلتين، وبتشتغلي بقى ال11 عمود، فبتشتغلي سلسلتين. ده كده أول سطر معانا في التبديل. بيبقى عندنا سطرين بدايتهم 3 وسطرين بدايتهم 11، فهتشتغلي كده 11 عمود. هتكمليهم 11 عمود بنفس الطريقة، عمودين عمود عمودين و3 أعمدة. بعد ما كملتيهم 11 عمود بتشتغلي بقى في الغرزة، فبتشتغلي سلسلتين وتسيبي عمودين وتشتغلي عمود على التالت، وسلسلتين وتسيبي عمودين، وتبدأي تشتغلي 11 عمود على أول 3 أعمدة. بتشتغلي على كل عمود عمود، وجوه السلسلتين عمودين عمود عمودين و3 أعمدة، وبتكرري بنفس الطريقة، وفي الآخر بيبقى عندك 11 عمود. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر ده كده بيبقى الشكل عندك، وبيبقى عندك في الآخر 11 عمود. هتشتغلي السلسلتين، وبتدخلي كده على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، تقفلي بمنسلق، تمام. ده كده شكل السطر ايه
التالت من الغرزة. ودلوقتي هنشتغل في السطر الرابع، والطريقة بتاعت الزيادة هنا واحدة زي ما قلتلك. بترتفعي في الأول سلسلتين، عندنا هنا 3 أعمدة تحت، اشتغلنا يعتبر على أول عمود عمود، على التاني بتشتغلي عمود واحد، أما على التالت بتزودي وبتشتغلي عمودين، فكده زاد معانا عدد الأعمدة وبقوا 4 سلسلتين. يبقى احنا اللي بيزيد معانا عدد الأعمدة، أما السلسلتين هم تمام. عندنا 3 أعمدة بنزود على آخر عمود، كل ما بيزيد معانا عدد الأعمدة بنزود على الأخير. هنا الأخير رقم 3 بنزود عليه فبيبقوا 4 أعمدة، أما بعد كده هيبقوا أكتر فبيزيد معانا. أهم حاجة إن آخر عمود هو اللي بنزود عليه. كده بنشتغل 4 أعمدة، على تالت عمود بنزود وبنشتغل عمودين فبيزيدوا بيبقوا 4 سلسلتين، عمود على عمود، وعلى التاني عمود، على التالت عمودين، 1 2 سلسلتين، عمود 2، على التالت عمودين، سلسلتين. فهنا هيبقى عندنا 6 من ال4 أعمدة، ما بين كل 4 واللي بعدهم عندنا سلسلتين، فعندنا 5 من السلسلتين. ده كده بيبقى الشكل عندنا 1 2 3 4 5 6. هنلف بقى ونشتغل بنفس الطريقة. احنا عندنا سطرين زي ما قلت لك بدايتهم 3 أعمدة، والسطرين اللي بعدهم بدايتهم 11 عمود، فاشتغلنا السلسلتين هتشتغلي 11 عمود على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى احنا كده عندنا 11 عمود على كل عمود عمود. بتشتغلي السلسلتين بيبقوا فوق السلسلتين، يعني تاني سطر من التبديل بتشتغليه هو نفس السطر اللي تحت، سلسلتين وتشتغلي بقى بنفس الطريقة 11 عمود سلسلتين عمود سلسلتين 11 عمود والسلسلتين، وهنيجي نكمل. انا كده كملت واشتغلت على ال11 عمود، 11 عمود على كل عمود عمود. وصلنا كده للزاوية، فبنشتغل السلسلتين وبنكرر نفس الزاوية اللي اشتغلناها في الجنب الأول. فهنشتغل على ال3 أعمدة 4 أعمدة، بنشتغل على أول عمود عمود، على التاني عمود، والزيادة بتبقى على التالت اللي هو الأخير اللي قبل السلسلتين، هتشتغلي عليه عمودين، فكده بقوا 4 أعمدة سلسلتين، وبتكرري كده بتشتغلي 4 أعمدة سلسلتين لحد ما توصلي لحد آخر 3 أعمدة بتشتغلي عليهم 4 أعمدة بنفس الطريقة، بنزود على آخر عمود. بعد ما اشتغلنا الزاوية وزي ما انت شايفة عدد الأعمدة بيزيد معانا بالطريقة دي، وكل ما بنشتغل وبكرر في السطور في كل سطر بيزيد معانا عمود على كل عمود، يعني على كل كنا هنا عمود عندنا 6 من العمود زادوا معانا ووصلوا ل4، في السطور اللي جاية بيزيد معاكي يبقى 5 واللي بعده 6 وهكذا. الجزء ده كده بيبقى بيزيد معانا فيه عمود. بعد كده لما بنلف الشغل نشتغل السلسلتين اللي بعد الزاوية، هتلاقي 11 عمود بتشتغلي على كل عمود منهم عمود، وبنكرر كده نفس اللي اشتغلناه في السطر اللي تحت ده. كده تاني سطر في تغيير الغرزة، تمام. فهتشتغلي كده 11 عمود سلسلتين عمود على عمود سلسلتين، وبتكرري كده، وفي الاخر بيبقى عندك 11 عمود سلسلتين. ده كده شكل السطر بعد ما كملناه، وزي ما شايفه شكله جميل جدا، تمام. وتبديل الغرزة بيديله شكل حلو، بيبقى عامل شبه الشبابيك كده، تمام. احنا كده اشتغلنا في الاخر 11 عمود. بتشتغلي السلسلتين وبتدخلي على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، بتقفلي بمنزلقة. واحنا هنا هنبدل اللون وهنشتغل بلون تاني، وهي الغرزة بتتكرر معانا لحد ما نوصل بقى للكنار. هقولك هنشتغل كام سطر ونرجع نشتغل الكنار. فانا هنا هبدل اللون، فهتاخدي لفة على الابرة كده، تمام، وبتسحبي الخيط وبتقصيه،
وبعد كده بتثبتي اللفه لتحت. تمام. انت ممكن تشتغلي المفرش كله بلون واحد، فممكن تشتغلي تكرار السطور بالطريقه اللي هقولها لك من غير ما تغيري اللون. احنا كده هنغير اللون، فهتعملي عقده البدايه في اللون اللي انت هتغيريه، وبتدخلي الابره على تاني سلسله من سلاسل الارتفاع وتسحبي كده عقده البدايه. بعد كده بترتفعي سلسلتين، 1 2، والسلسلتين دول بيعتبروا معانا عمود. هناخد بقى معانا الخيط تحت الشغل، وهنا هنشتغل في الزاوية، فهنشتغل على كل عمود عمود وبنزود على آخر عمود، ودي الطريقة اللي بتتبعيها في كل سطر. احنا هنا عندنا تحت 4 أعمدة، يعتبر كده اشتغلنا على أول عمود عمود. كده بنشتغل على تاني عمود عمود، وبنبقى واخدين معانا الخيط تحت الشغل. على العمود التالت بتشتغلي عمود، وبنزود على الرابع بنشتغل عليه عمودين، 1 2، فكده زاد معانا عدد الأعمدة وبقوا 5. هتقصي بقى الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل، وممكن تقفليه كمان بإبرة التقفيل، وبعد كده بتقصي. يبقى احنا كده الزاوية زادت معانا عدد الأعمدة فيها وبقوا 5. هتشتغلي سلسلتين وبتكرري، بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، وعلى الرابع بتشتغلي عمودين، يعني بنزود على الرابع اللي هو الأخير قبل السلسلتين، فكده زادوا معانا وبقوا 5 سلسلتين. وهتكرري كده لحد آخر 4 أعمدة هتشتغلي عليهم 5 أعمدة. بعد ما كملتيهم واشتغلتي على كل 4 أعمدة 5 أعمدة بالطريقة اللي اشتغلناها. تمام. بعد آخر 5 أعمدة بتشتغلي سلسلتين. احنا بعد كده السطور اللي جاية هتشتغليها لوحدك، فتبقي عارفة كده ان احنا بنزود في كل جزء من دول كده بنزود عمود، والعمود الزيادة بيبقى على آخر عمود. تمام. بعد كده بقى بتبقي عارفة برضو ان بعد آخر عمود اللي هم بعد آخر عمودين بيبقى عندك سلسلتين فوق بعضهم. تمام. هنا احنا عندنا الغرزة تكرار ل4 سطور، سطرين منهم بيبقى بدايتها 3 أعمدة، وبتمشي معاكي بعد كده سلسلتين عمود، سلسلتين، 11 عمود، وهو ده اللي بيتكرر معاكي. وفي الآخر قبل الزاوية بيبقى عندك 3 أعمدة، بيبقى عندك سطرين بنفس الشكل. السطرين اللي بعدهم بيبقى بعد السلسلتين بيمشي معاكي 11 عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين. تمام. وبيبقوا سطرين برضه. وفي الآخر قبل الزاوية يعني قبل السلسلتين بيبقى عندك 11 عمود، يعني عندك كده 4 سطور، 1 2 3 4. تمام. فأنا هنا هشتغل يعني هكرر الغرزة مرتين كمان، يعني هكملهم 8 سطور باللون اللي أنا غيرته. فأنت في الأول لما بتيجي تغيري اللون، لما بتيجي تبدلي الغرزة بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، يعني احنا كده بنكرر السطرين دول. وبعد كده بتشتغلي سلسلتين وتسيبي عمودين، وعلى التالت عمود وسلسلتين، وبتسيبي سلسلتين، وبيبقى بقى عندك 3 أعمدة، فبتشتغلي 11 عمود على كل عمود من 3 عمود، جوه السلسلتين عمودين على عمود عمود، جوه السلسلتين عمودين، وعلى أول 3 أعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود. وانت خلاص بقى ايه عرفتي الطريقة من السطور اللي تحت. وسلسلتين وتسيبي عمود 2، وعلى التالت بتشتغلي عمود وسلسلتين وبتكرري. تمام. ولما بتوصلي لعند الزاوية بيبقى عندك في الآخر 3 أعمدة على 3 أعمدة. تمام. انت دلوقتي هتكرري في ال4 سطور اللي اشتغلناهم تحت دول، اللي هو ده أول سطر منه. هتكرري كده 1 2 3 4. أنا هكررهم ال4 سطور دول مرتين، يعني هيبقى عندي من اللون ده 8 سطور، يعني الغرزة متكررة مرتين. انت لو شغالة زيي عايزة تكرريهم زي كده مرتين كمان، يعني الغرزة تكرر مرتين، يعني يبقى عندك 8 سطور باللون ده، هتشتغلي بنفس الطريقة. اما لو انت شغالة عدد سلاسل اكتر ومطولة في المفرش، فممكن تعرضي وتشتغلي عدد سطور، الغرزة تكرريها مرتين او 3 او 4 زي ما انت عايزة، لحد ما توصلي للعرض المطلوب، وبتبقي عاملة حسابك ان احنا هنيجي نشتغل الكنار. تمام. كل ما بتكرري تاخدي بالك كده ان بيزيد معاكي في الجزء ده عمود، يعني الاختلاف كله الغرزة ثابتة معانا، هي تكرار ال4 سطور بس، الاختلاف في الايه في العمود الزيادة ده. تمام. هتكرري كده، وانا هكرر لحد ما يبقى عندي الغرزة متكررة مرتين، يعني هكملهم 8 واجيلك.
انا كده كررت الغرزة مرتين باللون الجديد، فبقى عندي 8 سطور. احنا عندنا الغرزة بتتكرر كل 4 سطور، فانا بقى عندي 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. انت لو عايزة تعرضي بتزودي بالاربع سطور، يعني هيبقى عندك 12 سطر او 16. بعد ما بتشتغلي هنشتغل دلوقتي سطر. السطر ده هيبقى كله عبارة عن أعمدة، وهنشتغله بنفس اللون، يعني مش هنغير اللون لسه. فهنا بترتفعي سلسلتين، وهنشتغل على كل عمود عمود. فهنشتغل كده على أول عمود عمود، وده كده يعتبر عندنا تاني عمود باعتبار السلسلتين عمود. هتشتغلي كده، ده تالت عمود، 4 5 6 7 8 9 10 11. انا عندي تحت كان اخر سطر فيه في الجزء ده كده 12 عمود. انت عندك ممكن يبقى عندك 12 عمود او ازيد 4 او ازيد 8 حسب ما اشتغلتي عدد السطور. تمام كده انا اشتغلت 11 عمود على كل عمود عمود. على العمود ال 12 هشتغل عمودين، يعني هزود زي ما كنت بزود تحت، والزيادة هتبقى بنفس الطريقة في الأجزاء دي كلها. تمام، اللي هما كانوا عبارة عن 6. بعد ما اشتغلتي على آخر عمود عمودين بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، وبكده السطر كله هيبقى عبارة عن أعمدة. بنكمل بنفس الطريقة، فأنا عشان ما اطولش عليكي الفيديو انت بتبقي عارفة الطريقة خلاص. هتشتغلي على كل عمود عمود، تمام، واخر عمود بتشتغلي عليه عمودين، وجوه السلسلتين عمودين. تكرري كده على كل عمود عمود، وبتزودي على اخر عمود بتشتغلي عليه عمودين، وجوه السلسلتين بتشتغلي عمودين لحد ما توصلي لحد الجزء ده كده اللي هو الجزء رقم 6. تمام، بتشتغلي عمودين على اخر عمود. انا كده اشتغلت بنفس الطريقة اللي اشتغلتها معاكي، يعني بنزود على اخر عمود اللي قبل السلسلتين، بس هنا اللي اختلف معانا ان جوه السلسلتين بنشتغل عمودين، يعني نفس الطريقة اللي في السطور اللي تحت، بس اللي اختلف العمودين اللي جوه السلسلتين عشان السطر كله يبقى عبارة عن ايه، عن اعمدة. تمام، اخر عمودين اشتغلناهم على الجزء السادس. احنا عندنا هنا 6 اجزاء، ده السادس. بعد كده برضو بنشتغل بنفس الطريقة هنا، بس في الجنب البيضاوي اللي بيبقى فيه أعمدة زيادة زي ما كان فيه تحت، أما هنا هيتساوي معانا عادي خالص. جوه السلسلتين بنشتغل عمودين، 1 2، وعلى كل عمود من 11 بتشتغلي عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يعني الطريقة سهلة زي ما انت شايفة كده. كل اللي بنعمله انه جوه السلسلتين بنشتغل عمودين بدل ما بنشتغل فوقيهم سلسلتين، وعلى الأعمدة بنشتغل على كل عمود عمود. لقينا السلسلتين بنشتغل جوه كل سلسلتين عمودين. هنا عندنا عمود هنشتغل عليه عمود، يعني نفس عدد الغرز. جوه السلسلتين عمودين، 1 2، ونرجع بقى نكرر على كل عمود من 11 بتشتغلي عمود، ولما بتقابلك السلسلتين بتشتغلي عمودين، وعلى العمود عمود، وجوه السلسلتين عمودين، وبتكرر. لما بتوصلي للسلسلتين بتشتغلي جواهم عمودين. لما بتوصلي بقى للجنب البيضاوي بتشتغلي بنفس الطريقة على كل عمود عمود، وبتزودي على آخر عمود جوه السلسلتين عمودين، وبتكرري بنفس الطريقة كده اللي اشتغلناها في الجنب الأول. هتكرري كده ونيجي نقفل السطر مع بعض، واخر السطر هيبقى المفرش كله كده بقى اخر سطر عندنا عبارة عن اعمدة. بعد ما كررت وصلت لاخر السطر، والسطر زي ما انت شايفة كله عبارة عن اعمدة. الزيادة بس بتبقى في المكان اللي بنزود فيه، اما كله اشتغلنا جوه السلسلتين عمودين، وعلى كل عمود بنشتغل عمود. الزيادة بس بتبقى في الاماكن اللي هي 6 اجزاء. بعد ما اشتغلتي اخر عمودين جوه السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. واحنا كده هنغير بقى اللون في السطر الجاي. فبتاخدي لفة على الابرة وبتسحبي الخيط، وبتقصي حتة خيط صغيرة كده، وبعد كده بنقفلها تحت الشغل. كده احنا هنشتغل اول سطر من الكنور. احنا السطر ده كده سوينا بيه المفرش وخلينا السطر كله عبارة عن اعمدة. فانتي بتدخلي جوه تاني سلسلة،
وبتبقي عاملة عقدة البداية في اللون التاني اللي كنت بادئة فيه في الأول خالص ده. يعني اللون ده بيبقى حسب ما بدأتي كده، عشان لو عندك مغيرة في الألوان. تمام. هتسحبي كده اللفة ودي تعتبر سلسلة، وهتشتغلي تاني سلسلة. ناخده بقى معانا اللونين تحت الشغل، وبنشتغل 5 أعمدة على كل عمود عمود. السلسلتين دول أول عمود منهم، فهتشتغلي كده على تاني عمود يعتبر اللي هو أول عمود بعد الارتفاع، بتشتغلي عليه عمود، فكده يعتبر عندنا عمودين. على التالت عمود، على الرابع عمود، ناخد بقى الخيط ده ونشتغل الخامس. الخيط ده بقى بتقفليه تحت الشغل او بتقصيه. تمام، يا اما بتقفليه في الاول وبتقصيه او بتقصيه من غير ما تقفلي. انا كده اشتغلت 5 اعمدة على كل عمود عمود. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، هتاخدي لفة على الابرة وبتسيبي عمودين 1 2 وبتكرري. بتشتغلي 5 اعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5. 4 سلاسل، 1 2 3 4 وبتكرري. بتسيبي عمودين وبتشتغلي ابتداء من التالت 5 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5. 4 سلاسل، 1 2 3 4 وبتكرري. بتسيبي عمودين وعلى التالت بتشتغلي اول عمود من 5 وبتكرري كده. والجزء ده اللي بيتكرر معاكي 5 اعمدة 4 سلاسل وبتسيبي عمودين وبتكرري. احنا عندنا في الجزء ده اللي هو الجنب البيضاوي المسافة اللي بنسيبها بنسيب عمودين 2 بس، عشان الجزء ده يعتبر كده بنزود فيه. تمام. فانتي بتشتغلي بقى بنفس الطريقة، بتشتغلي 5 اعمدة 4 سلاسل وتسيبي عمودين، وعلى التالت بتبدأي اول عمود من ال5 لحد ما توصلي ان انتي تشتغلي ال4 سلاسل وتشتغلي اول 5 اعمدة في الجزء ده، وهاجي اكمل معاكي. انا كده كررت ال5 اعمدة 4 سلاسل لحد ما وصلت لحد ان انا اشتغلت 4 سلاسل كانوا فوق السلسلتين، وبعد كده اشتغلت ال5 اعمدة يعتبروا فوق ال11 عمود، يعني فوق الشكل المستطيل اللي بيبقى عندنا كده. اما الجزء اللي انا اشتغلته فكان عندي ال5 اعمدة 4 سلاسل متكررين 13 مرة كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بعد الأربع سلاسل رقم 13 المسافة عندنا هنا هتزيد، وبدل ما بنسيب عمودين هنسيب 3. نفترض ان انت مزودة في عدد السطور فهيبقى العدد معاكي هنا اكتر. اهم حاجة انك لما بتوصلي انك بتشتغلي الاعمدة فوق ال11 عمود بيبقى عندك بعدهم المسافة بتزيد، وبدل ما بنسيب عمودين بنسيب 3. بعد ما بنشتغل ال5 أعمدة ده كده بداية الجزء اللي بيبقى عندنا مستطيل، يعني عدد الغرز فيه ثابت، فما بنزودش بقى ايه. هنا يعتبر كده بنزود ان احنا سيبنا عمودين 2، اما هنا بنسيب 3 أعمدة. فبتشتغلي 1 2 3 4 4 سلاسل، وهنا بنسيب 3 أعمدة 1 2 3، وابتداء من على الرابع بنشتغل 5 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5. يبقى احنا هنا زي ما انت شايفة كده بعد ما كان بنسيب عمودين 1 2 بقينا بنسيب 3. هتشتغلي بعد كده 4 سلاسل 1 2 3 4 وبتسيبي عمود 2 3، وابتداء من الرابع بتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود. 1 على العمود اللي بعده كده 2 على اللي بعده 3 كده 4 5. 4 سلاسل وبتسيبي عمود 2 3، وابتداء من الرابع بتبدأي تشتغلي 5 أعمدة وبتكرري كده لحد آخر 5 أعمدة عندك، هيبقوا آخرهم كده فوق الأعمدة اللي هي عندنا كانوا تحت 11 عمود. وزي ما يطلعوا معاكي بقى لو انت مزودة
عدد الغرز او عدد السطور، يعني لو مزودة فعدد الغرز هنا زاد فممكن يطلعوا قبل او بعد. اهم حاجة ان اخر 5 اعمدة بنشتغلهم هنا، بعدهم بقى بنبدأ نقلل في المسافة. انا كده اشتغلت، واخر 5 اعمدة اشتغلتهم كده كانوا فوق السلسلتين، تمام. وهنا كان اخر حاجة اشتغلنا سيبنا المسافة عمودين، كان عندنا كده الجزء متكرر 13 مرة. هنا متكرر 1 2 3 4 5، عندنا 5. وهنا بعد ال5 اعمدة رقم 6 في الجزء ده هنبدأ بقى نقلل المسافة. وزي ما قلت لك لو انت هنا مزوده في عدد السلاسل البدايه فالجزء ده هيبقى اطول معاكي، تمام. فممكن يختلف معاكي الغرزه، ما تبقاش فوق هنا كده زيي، ممكن تبقى قبل او بعد. اهم حاجه انك لما توصلي انك تشتغلي اخر 5 اعمده، وبعدهم تحت بيبقى فيه سلسلتين، فبعدهم بقى بنقلل المسافه. كده وصلنا للشكل البيضاوي. يعني لما بنوصل للشكل البيضاوي اللي كنا بنزود فيه تحت بنقلل المسافه وبتبقى عمودين 2. هتشتغلي كده 4 سلاسل وتسيبي عمود 2، وابتداء من التالت تشتغلي 5 أعمدة عكس هنا كان ابتداء من الربع. هتشتغلي كده عمود 2 3 4 5. بعد ال5 أعمدة بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، والمسافة بتسيبي عمودين 2. احنا كده عند الشكل البيضاوي. هتسيبي كده عمودين وتشتغلي ابتداء من التالت 5 أعمدة كده، 2 3 4 5. وبعد كده بتشتغلي 1 2 3 4 سلاسل وبتكرر، تمام. احنا عندنا السطر ده هو السطر بس اللي بيبقى بنظبط فيه الشغل، عشان عند الجنب البيضاوي بيبقى مختلف عند الجنب المستطيل. اما السطور الجايه بيمشي معانا الجزء هو بيتكرر معانا لحد اخر السطر، فعشان كده اهم حاجه نظبط الجزء ده، تمام. يعني السطر ده لما بيتظبط معانا بعد كده بتشتغلي بقى مرتاح وما بيبقاش فيه اي مشاكل. فانت هتشتغلي كده لحد ما توصلي ان اخر 5 اعمده بتشتغليهم، وبنيجي نكمل مع بعض. يعني اخر 5 اعمده عندك ايا كان العدد بتشتغليهم، بيكون اخر سلاسل اللي هي بتبقى فوق السلسلتين. انا كده قررت لحد ما وصلت ان انا اشتغلت اخر 5 اعمده، اخر عمود منهم فوق الجزء المستطيل اللي كان عندنا في السطر اللي قبل ده 11 عمود. يبقى بعد كده هنشتغل المسافة اكبر، يعني بدل ما بنسيب عمودين هنسيب 3. وانت برضو نفس الموضوع، طالما عديتي الجزء ده تمام بيبقى اللي جاي كده بتسيبي المسافة 3 اعمدة بدل ما بتسيبي 2. يعني سهل اهو. اول ما بتوصلي كده انت بتبقي فوق الجزء المستطيل المسافة عندك بتزيد، فبتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبتسيبي 3 أعمدة بعد ما كنا بنسيب هنا عمودين. هتسيبي عمود 2 3، وابتداء من الربع بتشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. 4 سلاسل وبتسيبي عمود 2 3، وابتداء من الربع بتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود عمود، وبعدهم 4 سلاسل وبتكرري كده بقى. والمسافة اللي بتسيبيها بتسيبي 3 أعمدة لحد ما توصلي لحد الآخر. أنا كده قررت لحد ما وصلت لآخر السطر، وفي آخر السطر بعد ال4 سلاسل في تحت عندي 1 2 3 3 أعمدة، وهنقفل على العمود الأول، تمام. فكده يبقى المسافة عندنا 3 أعمدة، والعمود اللي هو ارتفاع السلسلتين على الربع، تمام. هتقفلي كده بمنزلقة. انا كده طلع السطر معايا مظبوط والمسافات مظبوطه، تمام. طيب نفترض لو انت مزوده في الطول ومزوده في العرض، وفي الاخر بدل ما بيبقى عندك 3 اعمده لقيتي عندك 4 أو 5، يعني زادوا عندك عمودين زياده عن اللي انا شغاليه، لان انا طبعا اللي قلتلك تزودي في الطول وفي العرض ده الاساس عندنا، لكن المسافه دي حسب ما بتطولي ممكن يطلع عندك اعمده زياده عن اللي عندي او اعمده اقل. لو طلعلك في اخر السطر عمودين عادي خالص مفيش مشاكل. اما لو طلعلك اكتر من 3 اعمده يعني 5 او 4 أو 5، بتعملي ايه؟ بتفكي بقى الجزء ده كده، وهنا بدل ما بتشتغلي 5 اعمده
عندك بقى انت عمودين زيادة او 3 زيادة، بتشتغلي بالطريقة اللي هقولها لك. بدل ما بتشتغلي 5 اعمدة بتشتغلي 6. تمام. وبتخلي اخر عمودين بغرزة الكلاستر، فلما هتيجي تشتغلي السطر اللي بعده هيبقى رص عمود واحد بس، فهيبقى عندك 5 اعمدة برضه. بتشتغلي بنفس الطريقة وما تخافيش مش هتأثر معاكي في الكشكشة ولا اي حاجة، وبتشتغلي كده بنفس الطريقة فبتقللي عدد الاعمدة. وفي طريقة برضو تانية انك بتزودي المسافة، بدل ما بيبقى عندك 3 وتشتغلي في الربع تشتغلي 4، تشتغلي 5 أعمدة وتسيبي 4 وتزودي على الخامس. تمام. فكده برضو بيقل معاكي. ده في حالة لو الأعمدة عندك فرق زيادة عمودين أو زيادة 3. لكن لو الفرق عندك هتلاقي في الآخر فاضلك مثلا 7 8 أعمدة، فبتشتغلي الجزء ده بقى عادي وبتبقى المسافة اللي عندك أقل. تمام. يبقى انت كده عرفتي ان انت الجزء ده ممكن تظبطيه لو طلع عندك عدد الاعمده زياده، ولو طلع عدد الاعمده اقل هنا يعني عمودين مفيش اي مشاكل. المهم ان السطر ده يبقى عندك فيه المسافات كده، الجزء ده متكرر معاكي 5 اعمده 4 سلاسل. السطر التاني هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود، وبنشتغل على كل عمود من 5 عمود كده. ده تاني عمود معانا 3 4 5. هنا السطر هيمشي معانا جزء وبيتكرر معاكي، مفيش بقى ايه الظبطه اللي تحت دي. هتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه ال4 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، سلسلتين على ال5 أعمدة بتشتغلي على كل عمود منهم عمود. 1 2 3 4 5. سلسلتين 1 2 جوه ال4 سلاسل غرزة حشو، سلسلتين وبتكرر. يبقى اللي بيتكرر معاكي هو اللي انا هشتغله معاكي ده. عندنا 5 أعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود كده. 2 3 4 5. بعد العمود الخامس بتشتغلي سلسلتين، تدخلي جوه ال4 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، سلسلتين وبتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي 5 أعمدة سلسلتين حشو جوه ال4 سلاسل سلسلتين وبتكرري. اخر السطر التاني من الكنار بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة اللي بنعتبرها عمود. السطر التالت بترتفعي سلسلتين ودول بيعتبروا عمود اشتغلناه على اول عمود، على تاني عمود بتشتغلي عمود، على التالت عمود، على الرابع عمود، وعلى الخامس عمود. فاحنا كده اشتغلنا 5 أعمدة على كل عمود عمود. بعد العمود الخامس بتشتغلي 3 سلاسل وبتعدي كده من فوق السلسلتين حشو سلسلتين، وبتبدأي تشتغلي على كل عمود من 5 عمود. 1 2 3 4 5. كده اشتغلنا 5 أعمدة على كل عمود عمود بتشتغلي 3 سلاسل، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر، انك بتسيبي السلسلتين حشو سلسلتين وبتروحي على ال5 أعمدة تشتغلي على كل عمود منهم عمود. 1 2 3 4 5. بعد العمود الخامس بتشتغلي 3 سلاسل وبتكرري السطر كله. بيمشي معاكي 5 أعمدة 3 سلاسل بيعدوا من فوق السلسلتين حشو سلسلتين وبتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي آخر 3 سلاسل هتقفلي بمنزلقة على على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. احنا هنا هنغير اللون بس مش هنقص الخيط، انت هترفعي كده الخيط. تمام. وهتسيبيه عشان في السطر الجاي هنيجي نشتغل بيه. يعني احنا هنشتغل دلوقتي بنفس اللون اللي اشتغلنا بيه السطور اللي تحت، وبعد كده هنرجع نشتغل بنفس اللون اللي هو الفاتح. احنا كده هنغير اللون، فهتعملي عقدة البداية في اللون الجديد وبتدخلي جوه السلاسل اللي هما ال3 سلاسل اللي اخر 3 سلاسل اشتغلناهم في السطر. تمام. هتسحبي الخيط كده
وهتشتغلي تقفلي عليه وبعدين تشتغلي سلسلة، فكده يعتبر اشتغلنا سلسلتين. تمام. احنا هنا هنشتغل جوه الثلاث سلاسل 7 أعمدة، السلسلتين دول يعتبروا 7 عمود. بعدهم بتشتغلي سلسلتين، ودول هيبقوا فرق ما بين الأعمدة والأعمدة اللي بعدهم. تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي ال5 أعمدة، وجوه الثلاث سلاسل هتشتغلي 7 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى احنا كده اشتغلنا جوه السلاسل 7 أعمدة. بعد ال7 أعمدة بتشتغلي سلسلتين، وتروحي على الثلاث سلاسل تشتغلي 7 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 وسلسلتين. يبقى اللي بيتكرر معاكي جوه كل واحدة من الثلاث سلاسل بتشتغلي 7 أعمدة وبعدهم سلسلتين. هتشتغلي كده عمود 2 3 4 5 6 7 وسلسلتين. ده كده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. بيمشي معاكي جوه الثلاث سلاسل 7 أعمدة وبعدهم سلسلتين. هتكرري كده لحد الآخر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي آخر سلسلتين، هنكمل ال7 أعمدة. احنا كنا مرتفعين سلسلتين باعتبارهم عمود، فهنشتغل 6 أعمدة. هتاخدي معاكي الخيط اللي كنتي سايباه كده تحت الشغل، وبتشتغلي 6 أعمدة بلف. 1 2 3 4 5 6 وبنقفل على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. هتدخلي كده على تاني سلسلة وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين، هتقفلي بمنزلقة. واحنا كده خلصنا اللون ده وفاضل لنا سطر واحد بس ويخلص معانا المفرش. هتقصي بقى الخيط اللي كنتي واخداه معاكي تحت الأعمدة كده. انا قصيت الخيط، هناخد بقى لفة على الإبرة. تمام. وبتسحبي الخيط وبتسيبي حتة خيط صغيرة عشان تقفلي بيها، وبعد كده بتقصي. بعد ما قصيتي الخيط بتنزلي اللفة لتحت كده عشان تبقى في سوا السطر، وبعد كده بتقفليه تحت الأعمدة بإبرة التقفيل. كده احنا فاضل لنا سطر واحد بس ويخلص معانا المفرش. اول حاجة هتجيبي اللون اللي كنتي واخداه اللي كنتي سايباه، اللون اللي في السطر اللي تحت كنا سايبينه، وهتعملي فيه سلسلة. تمام. سلسلة كده عشان نعلى ونبقى على السطر. اول حاجة بتعمليها بعد ما عملتي السلسلة بتسيبي اول عمود اللي هو ارتفاع السلسلتين، وبتسيبي العمود التاني، وعلى العمود التالت بتشتغلي غرزتين حشو. يعني احنا كده نزلنا سطر، سيبنا السطر اللي هو اللي بالغرزة الفاتحة الغامقة، ونزلنا على 5 أعمدة. اشتغلنا على تالت عمود اللي هو يعتبر تالت عمود بعد ارتفاع السلسلتين، بنشتغل عليه غرزتين حشو. تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزتين حشو على تالت عمود. بعد كده عندنا هنا 7 أعمدة. على أول 3 أعمدة منهم بتشتغلي على كل عمود غرزة حشو كده 2 3. أما على العمود الرابع بتشتغلي 2. تاخدي بالك كده ان احنا بنزود على العمود الرابع وبنشتغل عليه غرزتين حشو. هتشتغلي بعد كده 3 غرز حشو على كل عمود غرزة حشو 1 2 3. فكده بقى عندنا فوق ال7 أعمدة 8 غرز حشو. عندنا تحت 5 أعمدة. بننزل كده من فوق السلسلتين ونسيب أول عمود والتاني، وعلى التالت بنشتغل غرزتين حشو 1 2. بعد كده بنشتغل على ال7 أعمدة. أول عمود بتشتغلي عليه غرزة حشو، والتاني غرزة حشو، التالت غرزة حشو، أما الرابع بنشتغل عليه غرزتين حشو 1 2. باقي عندنا 3 أعمدة بنشتغل على كل عمود منهم غرزة حشو 1 2 3.
بعد كده بتسيبي السلسلتين وبننزل للسطر اللي تحت، بندخل على تالت عمود يعني اللي في النص، نشتغل عليه غرزتين حشو، 1 2. وهو ده اللي هيفضل يتكرر معاكي لحد اخر السطر. عندنا 7 اعمدة، بنشتغل على اول 3 منهم على كل عمود غرزة حشو، 1 2 3. اما الرابع اللي هو في النص بنشتغل عليه غرزتين حشو، 1 2. بقى عندنا 3 اعمدة بنشتغل عليهم 3 غرز حشو على كل عمود غرزة حشو، فبيبقى عندنا فوق ال7 اعمدة 8 غرز حشو. عندنا السلسلتين بننزل كده تحتهم ونروح على تالت عمود من ال5، نشتغل عليه غرزتين حشو، 1 2. وبتكرري بقى بنفس الطريقة الجزء ده تكرريه لحد اخر السطر. هنكرر كده ونرجع نكمل مع بعض. اخر السطر بعد ما كررتي بنشتغل على ال7 اعمدة اللي في الاخر. هتشتغلي على اول عمود غرزة حشو، على التاني غرزة حشو، وعلى التالت غرزة حشو، وعلى الرابع بنشتغل غرزتين حشو، 1 2. هنشتغل بعد كده غرزة حشو التانية والتالتة، بنشتغل على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، تدخلي كده وتشتغلي تالت غرزة حشو. هنا بقى هنسحب الخيط كده، تمام، وهتقصي حتة خيط كده، تسيبي حتة خيط صغيرة عشان نقفل بيها. بعد ما سحبتي الخيط في ظهر الشغل كده تدخلي على اول غرزة حشو بإبرة التقفيل، تمام، احنا كده معانا إبرة التقفيل. تدخلي كده على اول غرزة وبتدخلي جوه ما بين، احنا عندنا كده غرزة الحشو فيها الطرفين بتوعها، بتدخلي كده ما بين الطرفين، فكده قفلة السطر عندنا بينت غرز فوق بعض اهي، حرف الفي كله فوق بعض. بعد ما شدتي الشغل وظبطتيه كده بتقلبي الشغل، وعلى ظهر الشغل كده بتقفلي بإبرة التقفيل. تعدي بقى كده من تحت غرز الحشو بإبرة التقفيل زي ما انت شايفة كده مظبوط معايا. هتقفلي كده بإبرة التقفيل في ظهر الغرز الحشو ونرجع نكمل. ده كده بيبقى شكل المفرش بعد ما قفلناه، وزي ما انت شايفة شكله حلو جدا ومفروض معانا، ومع الشرح تقدري تعمليه لأي مقاس انت عايزاه. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.